بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس 126 من دروس اقرأ باسم ربك. نبض السميع رضا ربي العنوان اسم الاجتهاد. الاجتهاد هو الموضوع مهم جدا، أي الموضوع جدا لعدة أسباب. السبب الأول، النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. ميلا أمذان قاضي المجتهد مفتي اجتهد في مسألة ما، بعد ما يبوتي سوا يسعى سين لوجور فله أجران. إما إلا يغلط يسعى أجر الاجتهاد، أجر واحد. صافي الحديث يشجع ويحث على الاجتهاد. رقم 2، النبي صلى الله عليه وسلم يشجع معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا، الناس بما تقضي بين الناس، يعرض عليك قضاء بما تقضي بين الناس. قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد مثل في ضارة ذي القرآن ثمسلت النيد يوسن رغورك ولا شي ذي القرآن إنيس فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقال رسالة في السنة إنيس فإن لم تجد مثل في ضارة إنيس أجتهد رأيي ولا آلو، لا أدخر جهدا. ذاكي أجتهد إنيس أجتهد أجتهد أخدمغ ثزمر فيه أخدمغ ألاغيو في إطار القرآن والسنة، ولا آلو أي لا أدخر جهدا أخدمغ ثزمر فيه. النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله، يعني يكونفيرمي يس يعني كخدمك ضري يقرزم صافي شجايث. ثلاث سبب ثالث ذا شوث نيختي فيك الناس داعي باختصار النصوص معلومة محدودة، ولكن القضايا الأقضية كلاهما جائز تتجدد، والواقع باستمرار يفرز قضايا جديدة، ما يسمى في دنيا الفقه الآن يسمى بالنوازل. المعنى يس الحياة تنسعيشي أغد سنلفو أجديد نغاون فيك التني عدان وبدأ نتحضرن يعني ذي الدروسني قبل شهور يمين خدم ذاكي فين يعني الاقتصاد نولفان تمثال تجديدين ولا شي ثنت ذي زي تجديدين. فكيت زيغا شو يهضر الإمام مالك نغ الشافعي نغ أحمد، الشركات المساهمة نغ الشركات المسؤولية المحدودة، شركة التضامن إيرل صار مش عارف فيه عقود إلكترونية والبنوك التقنيات البنكية ولا شو كل شو عليه خطر في كذا التجديدين. ذوين عنان لا ميديسين طب كيف نجي التبرع بالأعضاء. شوفي زيك الفتاوى الحوت، هل يجوز التبرع بالدم باش تفكض إذا منيكي ويض؟ سؤال، هذا السؤال مطروح ديزيك ثورة لا ثورة ضرر التبرع بالأعضاء أتفكض في زلتيكي ويض. هذه لا ميديسين تطورت، لا ميديسين عليث الحماك وديتك تاع لاكارت جينيتيك ولا دي ان والكلوناج ياكل موراكي نسقر شيتنا وكذا ذي الحلقه ذي جديد صافي سي نورمال الشرع الى قاس نسيول اسنيني الشريعه فكاد ثيفراث هل يجوز الكلوناج؟ هل يجوز التبرع بالاعضاء؟ هل يجوز التلقيح الاصطناعي؟ يقول يعني الزواج في الدرية هل يجوز؟ تصن تمثلتي جديدين صافي باش تطول غير نقطة ياكي يكون ديني باللي الاجتهاد ضروري والشرع يفكد فوفيرس. فمثل القاعدة نعدان الاجتهاد
في محله من أهله. ينبغي لفرا كلش. الاجتهاد في محله معناتها انطلاق الاجتهاد. لو كنت راه يلا يو كان نجتهدوا نبدل ذي الظله نبدل شونجمون العشاء 7 ركعات هكي 4 الشفاعة 3 الصباح نبدل ودي صحراء ما كاين كون درني. هل يجوز ان المشاور نخدم اجتهاد انفيكسي رمضان ذي الشتوى اجتهاد نغنبدل لي الزكاة 2.5% يعني ندير منه ربع العشر لو كاسيني نو اتسنر 7% خاطر نصالا كريز ايكونوميك كذا وكذا يجي لي هو تسنر 7%. وين يسعى 100 مليون يزيدوا سكواسه تخصص 7 مليون خاطي الى 2.5% معناه 100 مليون في 2.5 على 125,000 دينار. دايا لا اجتهاد في مورد النص. اذا الاجتهاد في محله نمسفهم من اهله. وقي نقطه سنشرحها اليوم بالتفصيل. من اهله معنى يس مولانيس الاجتهاد يسعى مولان انوي ذي مولان الساقي اثني ذنيني الشروط نسن يونيون اثن السلم. واجل هذه النقطه الى حين. ولكن اجتهاد كثورة اتخذ عده سبل عده طرق عده طرائق. الطريقه الاولى هي طريقه الفتوى. أدست مسالت مفتي مجتهد يجتهد هذه في الفتوى. هل يجوز ليزينغ؟ كي تجاوب ليزينغ كذا 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 كدير في الجواب صافي. المفتي في كذا الجواب يوثي استقسام نعطيك الفتوى تخدم ريو ولا تخدم مجموعه وكما يسمى بالاجتهاد الجماعي بمعنى مجمع فقهي مثلا يجتمع ويدلي بالفتوى يصدر فتوى يصدر قرارا. سأذكر بعض النماذج بعد حين من هذه المجامع. صافي الاجتهاد إلا الصنفان اجتهاد فردي اجتهاد جماعي. اجتهاد فردي مثلا كل الخواكوك حضر لك الله يبارك كل يوم يسعى الإمكانات يسعى يعني الشروط أكد ديال السؤال جاوب وحدك اجتهد وحدك. إلا وندا الاجتهاد يكون جماعي أنس قردش تمثال تنمشاور افكد الرأي افكد الدليل أنقيم بالك يوث الفتوى تطفى 10 سوايع بالك 20 ساعة تسعة ديال غربال أبر دي فغ يوث الفتوى ولكن فتوى جماعية قرار جماعي. لذلك الآن الاجتهاد الفردي مهما كان يعني مهم جدا ولكن لا بد من الاجتهاد الجماعي خاطر قضايا العصر معقدة تحتاج إلى عدة عقول حوايج مبلغا ماشي مبلغ. ديجا ثمسات كخام كان ما إلا تصعد بروجي ما واحد كان بيبري يزمر تداوي سوا يزمر تغلظ بما في مشاورم العقل هادي فك ربي راه يساعدي العبد يتصحبير ربي تدبير ولا مازال كمان نربح الله يبارك ما نخسر ضغط انا ذوك تاعكم ولا شو وسيل الشنوفيتش نكني مسؤوليه جماعيه مي في الزاليث ونقرا اهديني الصراط المستقيم نقرا اهدنا الصراط المستقيم ونقرا اياك اعبد اياك نعبد واياك نستعين وصلت الجماعه 9 اجر زياده ايغار باش الشرع اغي ربي في الجماعه نمسفها صافي. قد تتخذ الفتوى الاجتهاد قد يتخذ طريق الفتوى نمسفها اما فتوى فرديه او فتوى جماعيه. وقد يتخذ الاجتهاد طريقا اخر طريق البحث العلمي لا ريشيرش كيف يزمريون وحدك تخدم ريشيرش اتطفض ليزينغ يكون وحدك
إلا وندا ان جروب يعني فوج بحث، مجموعة من الباحثين لشرشور التناديم، أليس كذلك؟ لذلك الآن كاين هذه المخابر نتاع البحث، وكاين مراكز البحث، ان سونتر سبيسياليزي لشغلاكي. هذه التناديم دي قضايا الشريعة، دي قضايا الاقتصاد، دي قضايا الإعلام، دي قضايا الجيولوجيا، دي قضايا البيئة، دي قضايا الفلك إلى آخره. يعني ربي العلوم واسع الله يبارك. صافي لازم عمل جماعي نمسفهم. إذن فتوى، طريق الفتوى أو طريق البحث بجميع صوره وألوانه وأشكاله، إما طريق نتاع التقنين. يعني أدسنت البرلمانات نغدس العلماء مجموعة أدسفغن بروبوزين دي بروجي، مشاريع قوانين، وبعدين البرلمانات إلى وين ذا يعتمدوها، وهذا موجودة في بعض الدول. والعملية كي نضرب نعطيكم معلومات مهمة جدا، ركزوا معي. وثيكوا الاجتهاد كي المشاريع كي تستنتج سي العلماء، سي الأفراد، سي المختصين، سي الباحثين، سي الخبراء، ثيكوا سي المجامع. أذكر بعض المجامع، مثلا اليوم يقارن مجمع البحوث الإسلامية وقي تابع للأزهر الشريف، تأسس سنة 1961. كنت دير الإمام الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وكذا قد يتصور سترفعث. ويا ريت نرجو أن يجي نهار الجامعات نتاوعنا أتخذ مقررات في هذه الكتب، هذه الكنوز العلمية العالية جدا في المستوى، العميقة جدا. كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، كتاب البرهان في علوم القرآن لمن؟ السيوطي. كتاب مدارج السالكين لابن القيم. كتاب الجويني إمام الحرمين اسمه الورقات في عمق علم الأصول. الورقات تدرس في خير كثير. ما ديني غا الشيء إفكاس نربي الكنوز مقرن مية الساقي لا تعدين القرون. أي في الدنيا غا قرون تفتح كتب الإمام الذهبي، كتاب الإمام الآمدي، كتاب الجويني، كتاب وكذا كذا قريب من القرون. يصدقوني كتاب الرسالة يسعى أكثر من 12 قرن. هذا يعود كتاب الرسالة للإمام الشافعي عنده أكثر من 12 قرن. تفهمنا؟ صافي ذا قديم. ثورة يلا هاتي دناوي هاتي دنغر ميلا نغرى من كل حلقة نصف صفحة. ربي الحمد لله ما نفهميتش نصف صفحة ما عندهاش شحال مازال باش تصور. يصير كاين الخير ذا مقرن مليح. معليش الآن أعود إلى الموضوع. مجمع البحوث الإسلامية وقي تأسس سنة 1961 تبع الأزهر الشريف. المجمع الفقهي تابع لرابطة العالم الإسلامي تأسس سنة 1978. المجمع الفقهي آخر تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي تأسس في 1983 بلا ما نكشمق يعني التأسيسات. المهم هناك مجامع علمية. كاين هيئة كبار العلماء بالسعودية، كاين المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، كاين فقط نعطيكم معلومات باش تعرفوا باللي كاين
عمل جماعي كاين عمل فردي، والعمل الجماعي يكون في ظل هذه المجامع. الآن نروحوا الطريقة الثالثة، نبدأ بطريقة الفتوى نفهميت. الطريقة الثانية البحث العلمي. الطريقة الثالثة طريقة التقنين. معناتها أتروح الشريعة أتجفضض أي الروجي قلنا ندخل وتخضمض ديال لوا، خاطر الدنيا كيتلاحظ ثلاث ديال لوا نغلا فين الحكس لي كود زعما صيغي المثل. لا سمحيي قضية من القضايا تعرض هتلاقي ترسد دروك نعطي لكم الجواب. اشني هذه القضية تبعوني مليح، اون افير جات ان كونفلي اثيرس في الطابلة هناك الشهود أتحضر ميزنا غنقيم أسينيغ الملف ياكي الدوسي ياكي القضية ياكي لا الكونفلي ياكي في فرثي سندة ثلا في كتاب المغني لابن قدامة في الجزء الثالث. أقرأ ما يدعم هذا الجزء الرابع من كتاب مصنف مختص في أحاديث الأحكام اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر العسقلاني. ولكن ما ذكر هنا نجده في كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام لابن الخراط. وما هذه القضية أيضا مضبوطة بقواعد ذكرها الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في المجلد الثاني، وهو ما أشار إليه الإمام الذهبي وما أكد عليه الإمام الجويني في الورقات، وهو ما أثبته الإمام السبكي تاج الدين السبكي في جمع الجوامع، وما أشار إليه صاحب المختصر الفقهي سيدي خليل. روح زيغ فرويسيت صافي عاد تفخك إلا قد تحضر كل ريفيرونساكي لي سورس، خاطر ديال المصطلح إلا مقارن لي سورس معنى المصادر، إلا مقارن لي ريفيرونس معنى المراجع. صافي ذي العثاب إلا قد تحضر كل كتابيناكي أدغرض أدجفضض من بعد سنتين مرحبا يسون بعد 17 سنة إن شاء الله كنت تفكر الجواب. هذا في ديجا موثن وقادرين غمس كفان سيفري نغالا يبدل الزمان يتمثل. سيكي عمر بن الخطاب يشجع دستور القضاء إلى أبي موسى الأشعري بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. وكنت تغرغل الخطاب ينس دايروش مي وث يفهمني فهميت أبو موسى الأشعري يفكيس لا في دو روت يفهميت صغر دستور القضاء ومازال ثلاثة سي الزمان عمر بن الخطاب مستحيل واحد يشتغل في دنيا القضاء أكيني وحواج غارة ثغرات ساكيد يكتب عمر بن الخطاب عمر الفاروق. ولكن زيه يكفي إمام مالك عالم المدينة شقع استفرت الليث بن سعد باش يفيق الناس عمل أهل المدينة. الفقرة الثالثة تذكرون فإن الناس تبع لأهل المدينة. يفهم الميساج يغرى الأسماس يفهميث يشورا السنضي والمتبعون لكن شو تبعون شو انت المدينة ديجا أصلا شو المدينة ثوارد الجهل المركب عند النبض ذي الحيف ذا غفل ذا مقران ذا غفل. لذلك ثورة يلا الزمان الجيل قلنا ينفع للوا لا لوا كذا وكذا الارتيكل كذا وكذا طبق لكن ماشي لي التكست ميم لي ديريكتور نغي مضبران كي نحبس لا فيراكي الا لا لوا كذا وكذا 2008 الارتيكل 6 اسيدي جبنا سيدي غير اكيني لابليكاسيون اتطبقها تفرا
إلا كان فاسيليتي، إلا نسهل الأمور، هكا مشاكل. يلا نروح نخدم لا ميزاجور، يلا نواكب العصر. يواد نسوفط لي لوا أنت لي ريفيرونس سوفط لي لوا ذاكي لا جهد كبير. أتفكر بعض الأمثلة. نروح ل 1876 1876 أول قانون يديفغن في فقه المعاملات، نحوج المعاملات ونحوجها نخدم الكود نتزليف نزلا داين من المعاملات، التجارة، السوق، البنوك، لكن نحوج القانون اللي نساعد دو شوا دو لو بلان أ لو بلان بي. لو بلان أ لي ريفيرونس روح تغرض ولي قرار فين كان يغرنا تكتفين 40 سلمي ثلاثة على بالك سلمي ثلاثة يا ربي في كي غدا لغن ولا زعما تنغلط نحفظ عادي لكن نحفظ نزيه. الإمام الذهبي حافظ، الإمام ابن حجر العسقلاني حافظ، الحفاظ طبقات الحفاظ عندنا كتب ألفت بهذا العنوان طبقات الحفاظ، طبقات الله يبارك. ولكن السين روحات صغيرة كيلزم غير فكيد ان تكست، فكيد اون لوا ديك صرف عليه باج 5 تصغر سي فاسيل. يلا في التجربة الأولى 1876 عندها دفغ ثاقي تفغد دي الدولة العثمانية فاشو فقه المعاملات على أي مذهب؟ على المذهب الحنفي. هذا أول قانون يديفغن مستنبط من الفقه الإسلامي سكي قانون اسميس مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية 1876 في أحكام المعاملات في ظل الدولة العثمانية. تفهمس؟ نروح للقانون واحد وطبعا طبقا المذهب الحنفي يفرض قانون نظام اسمه قانون العائلة أيضا في الدولة العثمانية يفرض 1917 1917 أم بعد في الوقت اللي لا والو تقنين وماشي تقنين، كيف نقنن الشريعة والشريعة كبيرة لو كاين ثقرعة بوامان أو ديك البحر لا يمكن لا يمكن الشريعة مساعدة البحر أتخمض ذي ثقرعة ميلا قد نخدم يثقرعتين ذي لي سيتيرن ذيك براجن ميلاق خاطر الجيل يبدل والشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ورا هذاك الزمن الجميل، الزمن الجميل عند ذي قمة عالم الله يبارك ذي الجامعة كذا مرحبا ذي القرآن ذي الفقه ذي الأصول ذي كذا أصحاب العقول الموسوعية. الزمان يبدل مادام يبدل قنبدل يداس إلا قنخدم لونكادرمون المجتمعنا ونواكب عصرنا ونحن عصر التخصصات بين قوسين. صافي يفرض قانون العائلة في 1917 من بعد ولات الدول والشعوب انتهى النقاش، صارت الفتوى التي يعمل بها تقضي بجواز تقنين الفقه الإسلامي. الذي يقول بخلاف ذلك لا يستطيع أن يقنع نفسه خلافا أو فضلا عن غيره، أليس كذلك؟ كان جدل، كان حوار علمي موسع لكن الشريعة وتخدم مثلا في شكل القانون. فكيد البديل، فكيد البديل، فكيد زي العقول التي تستوعب يكون الأمور هذه ولاش خص مليح غسل انت قليل، القليل لا يكفي لا يشبع هذا المجتمع. لذلك ظهرت هناك ضرورة التقنين. من بعد فانت بمجموعة قوانين على سبيل المثال يفرض يوم القانون في 1920 ذي مصر كان عندها دور كبير، بلد حضارة في مجال التشريع قوية. غلا تظرف نابليون بونابرت أخي واقي ماشي النغوي يحرش مليح
يستفرد لو كود سيفيل فرونسي، ماشي تنسى تحت إشرافه يعني وتوجيهاته. بود العلماء شاطر جدا، يعرف كيف يبني حضارته وحضارة بلده. من ذي الغزوات خدما، الغزو خدما، استعمارات تساوي استدمارات، تساوي العلماء والمؤرخين إنسان يرافقونهم، هذا موضوع آخر. لذلك الآن قانون المدني الفرنسي، الكود سيفيل الفرنسي، بينا أي روجين ساعة خدمت الكود نسن ثوري ونسن ثورة غير نسلمن ما خدم لي لوا سوغال الكود سيفيل الفرنسي سوغال الغورس ورزرينا باللي الكود سيفيل الفرنسي يبيد الخير ذا القرآن سي الفقه الإسلامي، خاصة الفقه المالكي الذي كان مطبقا في الأندلس. أنا عميه كم معايا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بضاعتنا ردت إلينا هكذا. ايش قال نابليون؟ إنيس عندي انتصارات كثيرة في الحرب. نابليون شحال انتصر إنيس، ولكن لا أفتخر بكثرة الانتصارات الحربية التي حققتها في حياتي، يكفي أن أتذكر هزيمة واحدة تنسيني الانتصارات الكثيرة. إنك بدمك تغيوث تواغي في يضران السوغك الفرحانين الانتصارات. إنك ولكنني أفتخر بالقانون المدني الفرنسي أي تزوخو سي الكود سيفيل نسن. الكود سيفيل نسن لانت الأحكام كثيرة بنت نترغور من الإسلام، ولكن لومبالاج يفدل الارتيكل لي زارتيكل خدمتن بيان وكذا الى اخره. ثم يمكن يكل قوانين فرنسا، قانون تاع مصر الكود سيفيل تاع مصر، الكود سيفيل تاع الجزائر، كاع لي كود تاع ينسلمن تقريبا وغنكو الكود سيفيل الفرنسي كوم ريفيرونس ورد الصراع. ولكن حرشن اش اسمه حرشن ثم دول غير وقالنا اروح لمصر فقد جملة من القوانين، أما ذي النفقة، أما ذي الوقف، أما ذي الوصية، أما ذي الطلاق، أما في المفقود أحكام المفقود إلى آخره. باختصار باش ما ناخذش وقت طويل أكثر، يفقد القانون في 1920 ذي مصر، يفقد القانون وايض في 1929 ذي مصر، يفقد القانون وايض ذي مصر 1943، يفقد القانون وايض في 1946، أبري فقد القانون وايض في 46 زوج قوانين كيون سكواس. أبري فقد ديون القانون دي مصر دي 52. نروح الأردن يفقد قانون العائلة حقوق العائلة في 1951 في الأردن. نروح لسوريا في 1953. نروح لتونس في 1956 اسميس مجلة الأحوال الشخصية. نروح للمغرب يفرض قانون اسمه مدونة الأحوال الشخصية في 1957. نروح للعراق في 1959. نروح للجزائر في 1984. القوانين في قال يوم السلام ما كن الشريعة سيتادير يوم باش نتفرج لي جوجمون جلوبال. القوانين مخالفة للشريعة شكون قال لك؟ يقولوا القيمة ثورة كيرانا بالك هذه عندي كان وزراء اسينا شو القوانين؟ القوانين كلها مخالفة للشريعة. شكون قال لك؟ شكون قال لك؟ الإنسان عدو ما يجهل. القوانين يقوم يسموك شريعة شرعية بعد بعض الملاحظات بعض النقائص موجودة ولكن في العموم شريعة إسلامية داخل الفقه الإسلامي. صافي الطريقة يقوم السلام يا جماعة الخير. وما زالت صفات القوانين كذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. الخاتمة سورة نروح سينكون دواعدة. قلنا الاجتهاد يكون في محله من أهله. السؤال ما هي شروط المجتهد؟ ويجيك الصحثورة مثل اللي إما في شكل اجتهاد فردي في شكل اجتهاد جماعي لابد من توفر الشروط. في الطوموبيل تحبس يسينا لي دروج طابلو ذايا شي ناس طابلو
دبور السنيالي دروج حبس كان دين لو كانت الشبضات السامية وقال غاية تقرني بولونا نغاية تقرين ما تنترضاكني هادي قري الخير صافي كل يوم مختص اشو دينا ربي القرآن ولا ينبئك مثل خبير فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون فاسأل به خبيرا لذلك من الشريعة إلا قد تسعود قيماس إلا قد تسعود قيماس ما نروح نكيد شهر طبيب يسكو ما نوض كان سيدي حبس سعود كان لاباري نكيدش نهل كيسين الشيني خدمي كونسلطاسيون كيخدم كونسلطاسيون بروبليم سيدي تسكارة في سنة نسار مين بالكوراج باش السيني في هاد لاباري صح خاطر يسعى القدر لا ميديسين لا جيولوجي لاسترونومي لارشيتكتور لو كان يحرك وخان هكا يكوماسي يتحرك سقف قربه ديالي نقعد نغلا ود سيتي سي لا مسقرنا كنا وداك قالني سيتي سي خاطر بالشغل يس ما يناد روج انفض يا اخي خدم الناس هنا ما يناد روج انفض إما ينادو تساقوا غطس فير دغا انت ولا ضيف كان فير نغروج نغجون تسموسين غلا ان اكسبير ينتقد يقارنوا بسيون فاقي باش كان لطف شويه الجو إن شو بسيون يروح ريون من الذاكرين لله ذا كثيرا يذكر الله كثيرا يسبح يروح دين فكي ايش في خامن زيكا شو يكثواضو السقف يتحرك دغا ينفقني يقعد إن سودي الله رقاد غادي غلي في السقف إناس سقفاقي الصوتاقي ناس إنه يسبح من بعد مخلوقني يقعد إناس يقعد راسي زاد الخشوع يسجد السقف ما يسجدد مع سيدي غادي فلاس مازال لا دوز الإيمان غادي يسجد بقى على خير أردنا غاولا قايت مثلا باش الدنيا ياك تخصصات ساعه القيمه الميساج وذاك ويدي اخي يعلم الموقعين وكي يخدم في كتاب اسمه ابن القيم كتاب رائع وكي التلميذ ابن تيميه يسعى عدد الصفحات 1317 زعما تغرض السمانه تكفض 1317 لا يروج يفكى يغد العجب يبدلك المخنغ امي كنفهم شو الفتوى شروط الفتوى شروط المفتي الى اخره اتسوغ الفتوى تساقاضو ما الا يغال الشريعه هانت سيتادير شغل بكالني الحبوس وقال زرنا كال في فركيوين ساعه تاكل حرمه نغلا ايوا كالني الحبوس نغل مشمل كالني انت دارت نورمال اما كالي وجيلا سدينا تعدينا كان مشاكل سي بوسا ساكي وكورا كوين ساعه ذي الامه كامل وقاعد يتعدن في الحبوس كان الاوقاف خاطر وقف لله ضغطا نغا داكال المشمل تاع دارت ولاد الشريعه ثغل تتوحقر شروط المجتهد شوفوا ثاسنيونيون الشرط مزوارو العلم بأحكام القرآن ودني غير حفظ القرآن ماشي شرط المجتهد اللي يحفظ القرآن 60 حزب خاطئ المهم أن يزرك وشويلان ديال القرآن إلا قد يزرى شي قرأ وقالوا زري غيرها أسيض مثلا الأحكام ديوسان ذكوين يعني التوثيق يعني الإشهاد الرهون الرهن يكون امور العلاقه التجار العقود الرضائيه ماشي شرط ديني قال الله تعالى في سوره البقره في الايه 282 اكسدياوي من بعدين قال الله تعالى ماشي شرط المهم هذه الزرب اللي انظر باللي يزرى ياكل الاحكام يقلن ذي القران الكريم وكي الشرط مزوال الشرط الثاني العلم باسباب النزول مع انتهى بنادم المجتهداكي الى قد يسين فانت نزلت القران الايات لي سيركونستانس
خطر العلم بأسباب النزول يساعد المجتهد على فهم النص القرآني وييسر له استنباط الحكم الشرعي من القرآن. صح، شيء طبيعي، شيء طبيعي. لو كاين صفة بعض جدي حين دوال 1930 جربت نفهم لي سيركونستانس نغلا أكيني جدي حين دوالاكي الميزيريا وجيلان ثجال اللاز الميزيريا ينا دوالاكي أكينا خاماكين توليين اترنالمون فهمنا الخطي باش نفهم جديك مش نفهم انا وكذا هو كان الغاشي. ولكن رب العزة ينزل القرآن بأسباب. كاين علم اسمه علم أسباب النزول وممن ألف فيه تأليف عظيمة جدا كما الإمام السيوطي. الشرط والثلاثة ذا شوث مهم جدا وهو العلم بالأحكام الواردة في السنة. ثلاث السنة النبوية الشريفة إذا قالوا على الغرس. بالمناسبة قلت لكم مرة اللي فات أذكر اللجنة المكلفة باقتراح مشروع قانون في 1981 في الجزائر. اللجنة كيفاش دارت؟ افتح القوس. وقد اعتمدت اللجنة على المصادر الآتية: القرآن الكريم، ثانيا السنة النبوية الثابتة ثبوتا مقبولا عند علماء الحديث، ثالثا الاجتهاد، رابعا القياس، خامسا سادسا. فكي ديال ريفيرونس نيوثو غلط. لذلك يمكن السنة قالوا على السنة ماشي شي حفظيد الموطأ البخاري مسلم ليس شرطا مي لقد تغريطا تزرد شويه لندخل تزرد شويه لا السين الحكم قيل لا ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم ادي واش في غير الحديث اكزاكت ولكن ينفذ هكذا. الى الشرط ويص 4 العلم باسباب الورود ماشي أسباب النزول. إذا تعلق الأمر بالقرآن نقول أسباب النزول، إذا تعلق الأمر بالحديث نقول أسباب الورود، ورود الحديث. مثلا الصحابة سقسى النبي عليه الصلاة والسلام السؤال في كاس الجواب لي سيركونستانس توجور نتاع الأحاديث وقيل السبب. الشرط ويس 4. الشرط ويس 5 العلم بالناسخ والمنسوخ. العلم بالناسخ والمنسوخ سواء في القرآن أو في السنة. في القرآن وقع النسخ وهذا الرأي الذي نراه صوابا رغم احترامي للرأي الثاني الذي يقول لا نسخ في كتاب أحكمت آياته، ولكن عند التحقيق والترجيح نرجح الرأي الذي يقول بالنسخ وقد وقع في القرآن كما وقع في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذا ماشي نسخ. وفي نفس عنده أيضا معنى تاع التدرج في التشريع، التدرج في التربية، التدرج في التوجيه والإرشاد، هذا أمر معروف. أليس كذلك؟ قرأتم كلكم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هل ترى نطبق الآية ثورة؟ فسد في سياق انت تدرج في تشريع الاحكام ولا لا؟ هكذا السياق. انا نغاشيني ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. هذه الايات لم تحرم ودنا هذا الحرام الخمر الشراب القمر ودنا لها، ولكن هذا نقرا نظل يسنت عادي بالقران. ولكن ميدوس الايه دينا الحرام يا ايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآية، وهذا شرحنا فيما سبق. تفهمنا يا جماعة الخير؟ صافي لنا شحال الشروط pour النيوض؟ شحال؟ 5. صافي العلم أحكام القرآن، وبعدين العلم بأسباب النزول، وبعدين العلم بالسنة النبوية، وبعدين العلم بأسباب الورود، ويس 5 العلم بالناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة. هذين 5. تفهم هذا؟ الشرط ويس 6 أيضا مهم جدا وهو العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية. علم المقاصد نغرث لاقي نغرث أنفهم المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية التكميلية، هذا كله شرحناه. فهمتوا يا جماعة الخير؟ لذلك شفتوا حتى الموضوع جاء بعد دراستنا لهذه المحاور لهذه المباحث ضروري، وهذا هو الترتيب المنهجي.
لازم من العلم بمقاصد الشريعة، لازم. لا يمكن واحد يقول لك اجتهد وهو لا يعرف مقاصد الشريعة، لابد لازم. وقي الشرط السادس. وطبعا المؤلفات كثيرة في هذا الباب. ألف علل الفاسي كتابا رائعا في هذا المجال، وطاهر بن عاشور من كبار علماء الأمة الله يبارك فيه ألف في هذا المجال، وألف غيره من العلماء. صافي العلم مقاصد الشريعة وقي الشرط السادس. إلا الشرط السابع ما هو؟ الشرط السابع هو معرفة أعراف الناس وعادات الناس. تعرفي يقول باش يروح غادي يفثو يثمور ثنا إلا قد يعيش يدنا أغي السين أمشي نتعيشي أمشي نلحو أمشي، أليس كذلك؟ إلا قد يسين لازم هذا يسين. كما المثال المرة اللي فاتت أعتقد في هذا المجلس العلمي أو في مجلس آخر، هذاك الشاب اللي راح باش يتزوج، شكون اللي يطلب نسبة؟ باباه موجود وجده موجود. اسكو الشاب هو اللي يقول يتزوج يطلب يعني نسبة؟ ما يطلبهاش. ذمي سيد بابا. وبعدين أحدهم من أساس ملكيش وكذا حكيتها أعتقد ما ينفعش لازم تعرف أحوال الناس. في التجارة علاش نقولوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعرف محكم والعادة محكمة. ما معنى تعريف العرف؟ هو ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كلام ربي، العرف مطلوب. وقلت لكم مرة اللي فات كتاب ابن القيم إعلام الموقعين في الجزء الثالث في الصفحة الثالثة باب أو فصل تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات. نعم، هذا تأصيل لما ذكر. صافي قلنا وقيل الشرط والسبعة معرفة أحوال الناس. والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله قال أيضا المفتي من شروطه أن يكون عارفا بالواقع، أن يكون عارفا بأحوال الناس. وقيل الشرط والسبعة. الشرط والثمانية ما هو العلم باللغة العربية. تعرف قصيص تعرف أي غير خطر القرآن في السنة تعرف ربنا إنا أنزلناه قرآنا عربيا وإن فئة أخرى بلسان عربي مبين. والنغم دايت مثل الجدود النغ في كل مرة تندفذر وتندفذر هكا إلى نهاية العمر. الصغارين القرآن صغارين السنة صغارين فجرمث الأجرمية. أين خاطر باش كيعرف الأجرمية يعرف العربي يعرف يتعامل مع القرآن والسنة ولا شامش ثقافية تيحرز عادي تسمسلين تقبيليث فصيحة تسمسلين تعرف فصيحة هكذا ماشي صافي يجوز محرشن مليح حرزنوا كي القبائل انه سنت قبائل من بعدين مشكل قال نسمسلي قبائل كانت مشكل ولا قاتني السين مليح تقبايليت يرنا الا قاني السين تقبايليت ونمسلي تقبايليت فهم الفرق جالس نمسلي تقبايليت ونمسلي تقبايليت ميساجي وضد يلا صافي. الشرط واش قلنا الشرط الثامن والثمانية العلم باللغة العربية. وكيفاش نعرفوا العربية؟ لازم نقراو إما نقراو تجرمث الأجرمية نغنغر ابن معطي الألفيينس ابن معطي فلاسي سمان ثانوية بوخالفة الزمان التعليم الأصلي هكا
الله يبارك. ابن معطي ذا قبيلي يخدم المتن ذي تعرف في عمق اللغة العربية يدي يخدم هذا قبيلي. إذن عادي، القرآن يختار ربي يختار اللغة تعرف مرحبا. هو الوعاء كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي بلسان عربي مبين. نغت غرض لمية الأفعال. المهم قرأ باش تتمكن من فهم النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. إلا الشرط وايض مهم جدا، وهو علم الأصول، يعني دراسة علم الأصول. الشرط التاسع العلم بأصول الفقه. هذا شرط الأساس للتعامل مع الكتاب والسنة للاجتهاد، بل لكي تتحقق هذه العملية عملية الاجتهاد لابد من العلم بأصول الفقه الإسلامي. أصول الفقه الإسلامي هذا علم جليل القدر، قدره عظيم جدا، وهو من العلوم المستحدثة في الملة كما قال ابن خلدون في كتابه المقدمة في الصفحة 424. إذن فهو من العلوم المستحدثة في الأمة، ظهر في أواخر القرن الثاني الهجري، وأول من قاعد قواعده الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. العلم جاء شو الفائدة؟ جاء أصلا تعرفوه. ما معنى العلم؟ هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا هو التعريف الجامع المانع. إذن لابد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد. أكذفك الأدوات. علم الأصول هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ولكن ذاك تصبح ولا رين وكي مادة مستقلة نغدس أنو غادر ذفير أكثر من 12 قرن سكوا اسمي دفاع العلمي. هو علم جليل دقيق مهم. الكتب التي ننصح بها طبعا الكتاب الأول كتاب الرسالة، ولكن ليس بالأمر الميسر باش يقرأ بنادم. كتاب الرسالة صعب لكنه مهم. ننصح بكتب أخرى. لانت الكتب الحديثة أصل مثلا كتاب أصول الفقه للبرديسي، أصل كتاب أصول الفقه لزكي الدين شعبان، أصل كتاب أصول الفقه لزكريا البري، كتب حديثة. أصل كتاب الإجماع عبد الفتاح الشيخ من كبار العلماء من علماء العصر. أصل كتب مهمة في علم الأصول، مثلا علم الأصول والمقاصد، كتب أو كتاب علال الفاسي، كتاب طاهر بن عاشور، كتب مهمة جدا، كتب حديثة. قبلها شوية كتاب إرشاد الفحول للإمام الشوكاني. ولكن الكتب النظام معمقة جدا ننصح بها. من هذه الكتب نقرأ كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، متن مهم جدا. اللي بغى يقرأ كتاب أيضا يستفيد منها كثيرا في المقاصد والأصول، اللي هو كتاب الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي. في غديني ثقيه مجرد إشارات إلى هذه الكتب، إلى أمهات الكتب التي تركها الأولون رحمهم الله جميعا. ولكن علم الأصول أثنحوج مليح في التعامل مع النصوص مع الكتاب والسنة. أكدفك لا في دروت تتفهم أستفض مثلا قضية من القضايا ذا شوت الأدوات اللي قاك تدفك على الأصول. أكدفك أولا القواعد الأصولية اللغوية. القواعد الأصولية اللغوية تعرف الخاص
العام، اللفظ المشترك، دلالة النص، دلالة الإشارة، لحن الخطاب، فحوى الخطاب، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. أم كيصلح القرآن وكذا السنة ما إلا ثمسلكي ولا شي سنتهري فاسني، لا يمكن، لا يمكن. صفا تنتغرض، وباش تنتغرض إلا قد تعتبر مليح ماشي شويط باش أزكى أتمسليض أو كذيونا مشي تتمسفهما في هذه المسائل. وكي نروحوا للفتوى أو الاجتهاد إن شاء الله تعالى إذا اتفقنا اتفقنا، وإذا اختلفنا اتفقنا. مفهوم القاعدة هي؟ إذا اتفقنا اتفقنا، وإذا اختلفنا اتفقنا. نمسفها نزران دا المخالف دا مفهوم. مسألة مهمة. القواعد الأصولية اللغوية يقدر ربي وانت يخدم من الرسالة الشافعي، والشافعي إذا حدد بوال حدد بوال معناه انت عرفت مليح، فضلا عن شهوده المناظرات التي كانت تقام بين مدرستي أهل الرأي والحديث، وفضلا وأنه درس الشعر العربي. هو درس الشعر العربي ضروري لأنه ثم اللي كان كنوز تاع اللغة العربية إلى آخره. حتى أن الإمام الشافعي ربي يرضى عليه سئل مرة عن واجب وأوجب وعن صعب وأصعب، فيه هذه التصرف كاع كل جديد اللغة، الصيغة مع صيغة التفضيل، واجب صيغة التفضيل، أوجب صعب أصعب. الإنسان يبود الجواب، يبود الحكمة، يبود كلش. الناس من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب. مفهوم؟ المسينة والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. 3 أبيات لقت 300 في صفحة باش هذا الشرح 3 أبيات عادي حدد بوال. شفتوا المسألة كيف؟ في 6 مغارث انت يظن يهلك. ثالث أسأل الله أن يشفيك، لو كان يقول لك سيدي آمين. يشفيك معناه أخي نور بذي الهلاك. يشفيك رباعي، يشفي بالضمة. إذا قسيني يشفيك قسيني يشفيك بالفتحة. أمشي سيدنا الشافعي يا خاكا الناس اللهم استجب لقلبها لا للسانها. الله يا رب الله. الناس زارت مغارث الساعة النية يكون كاين العقوبة ليك أصلا مبروك كاين العقوبة ليك، العقوبة ديريكت. يا لطيف أخويا راش العقوبة يا الله عقوبة يكون قرأ في بريكان الحكام. الناس أسأل الله أن يشفيك الساعة النية مغارث النية. الناس اللهم استجب لقلبها لا للسانها خاطر أوليس يقصد. الإمام نغة القواعد الأصول اللغوية نحتاج إليها، والقواعد الكلية كما قلنا التي توصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. إلى هنا ينتهي لقائي بكم اليوم، يتجدد اللقاء إن شاء الله وقدر في فرصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.